وجدنا ان هذا الامير بيشارك في اخماد الفتن والثورات والاضطرابات اللي كانت موجوده في جنوب مصر او في شمال مصر في الدلتا، وغير الفتن والاضطرابات اللي كانت موجوده في بلاد الشام. كان في عندنا فتنه قام بها الامير ببغا وفي بلاد الشام، ودايما بلاد الشام كانت بتشكل مصدر للقلاقل والتمردات والفتن والاضطرابات في دوله المماليك. فكان السلطان دايما بيحاول يختار اشجع الامراء او الامير اللي عنده شراسه في مواجهه الاعداء، الامير اللي بيتمتع بحنكه سياسيه، وبيحاول بقدر الامكان ان هو يلم الشمل ما بين مصر وبلاد الشام في هذه الفتره. فهذا الامير اشترك مع السلطان في عديد من المعارك، منها اخماد الثورات اللي كانت موجوده عندنا، اللي كان بيتزعمها احد الاعراب من العربان كان اسمه احدب من قبيله عرك، ونجح في اخماد هذه الفتنه، كان سنه 753. ونجح هذا الامير ايضا في هذا العام في اخماد الفتنه اللي كانت موجوده في بلاد الشام، وقدر ان هو يعيد الامن والامان لبلاد الشام، وقدر الدوله المملوكيه في هذه الفتره يعني تعيد الامن والامان مش بس لبلاد الشام، ده كمان لبلاد الحرمين الشريفين في هذه الفتره، لان كان بيحكم برضو المنطقه اللي هي تعتبر بلاد الحرمين الشريفين في هذه الفتره اللي هي الاشراف العلويين، وكانت هذه المنطقه برضو كانت خاضعه للسياده المملوكيه. يعني الدوله المملوكيه هي اللي كانت ليها السياده على بلاد الحرمين الشريفين في هذه الفتره. فهذا الامير لا، يعني هذا الامير كل ده اكسبه خبره